ازاي ممكن البس الهيكول ده وهو عليه كميه الكلور دي؟ طيب انا لقيت الحل من شي ان وهوريه لكم. هو حل غريب شويه بس هو حل مناسب بالنسبه لي. بس تعالوا اعرفكم على ده الاول عشان تقولوا لي ليه ما رميتهوش. اولا ده انا كنت واخداه من ماما فهو غالي عليا. ثانيا بيدفيني اكتر حاجه في الدنيا، يعني هو اكتر حاجه بتدفيني ومش لاقيه زيه عشان هو خامته خفيفه بس في نفس الوقت بيدفيني بس هو مش تقيل. فانا عايزه البسه بس في نفس الوقت ازاي بقى هلبسه والكلور ده هيبان في اللبس؟ يعني اكيد مش همشي كده. فانا لقيت الحل، تعالوا اوريه لكم. هو حل غريب بس حسيته يعني كويس. انا رحت اشتريت طلبت ده. هو هاي نيك برضو بس تل، فممكن يتلبس فوق البلوفر عادي ومش هيكلكع. طبعا انا بقول هيكلكع فاحنا هنشوف مع بعض هيكلكع ولا مش هيكلكع. وفي نفس الوقت هكون اتدفيت بس في نفس الوقت يكون الشكل الخارجي حلو. يعني عارفين مثلا من بره هلا هلا من جوه يعلم الله، هو ده بالظبط. تعالوا بقى نشوف هيكلكع ولا مش هيكلكع، يلا بينا. المنظر اهو. اعتقد هو مش باين خالص ان انا لابسه تحتيه بروفر عشان يدفيني وانتوا بس اللي تبقوا عارفين، لكن اي حد في الشارع هيبقى ماشي مش هياخد باله اصلا. وكده كده لازم البس عليه جاكيت عشان انا عمري في حياتي ما هخرج بهيكون مع نفسه كده لازم البس جاكيت. تمام. حتى تفاصيل الرقبه مش باينه والطرحه صغيره عشان ما تقولوش ان الطرحه مخبيه. والحمد لله ما كلكعش خالص. وانا بكده اكون حليت المشكله ان انا اتدفيت وفي نفس الوقت لبست حاجه شكلها حلو عليا. وهو سعره ما كانش غالي خالص وممكن تلبسيه في الشتاء عادي. وده كان الحل من شي ان. يلا باي باي.